بيني بالشوكولا يجوكم خفاف وبنان، ننصحكم تجربوهم. في غيسيبيون ندير كاس حليب دافي وملعقه كبيره خميره الخبز، نخلطهم شويه ونضيف 3 ملاعق كبار سكر، ونخلط ونخليهم يتفاعلوا حوالي 5 دقائق. من بعد نضيف 4 ملاعق كبار تاع الزيت وحبه بيض كامله، نزيد ملعقه صغيره لافاني ونخلطهم مليح بهذه الطريقه بالخلاط اليدوي. ومن بعد نضيف نص ملعقه صغيره ملح، ونبدا نضيف الفرينه تدريجيا وملعقه صغيره خميره الحلوى، ونكمل نخلط. ومن بعد نستعمل اليدين ونبقى نطم فيها كما راكم تشوفوا. انا هنا خذت لي 3 كيسان تاع فرينه، وفي الاخير نعاون روحي بالزيت باش نطمها، ومن بعد نغطيها ونخليها تخمر حوالي 40 دقيقه حتى لساعه. هنا بعد ما خمرت العجينه نجي نفتحها فوق سطح العمل ونرش شويه فرينه، ونفتحها كما راكم تشوفوا باستعمال الحلال. كي نكمل نحلها نخليها بهذا السمك، ما تكون رقيقه وما تكون خشينه، ونجيب لومبورت بياس ونبدا نقطع في الحبات ونحطهم فوق طرشونه نكون رشيت عليها شويه فرينه، ونغطيهم ونخليهم يخمروا حوالي 10 دقائق. بعد ما خمروا نبدا نقلي فيهم في زيت سخونه على نار متوسطه، نقليهم من كل الجوانب، وكي يتحمروا مليح نحيهم ونقطرهم في الكسكاس. وهما سخونين نرمدهم في السكر. من بعد نفتحهم بالمقص ولا بالموس ونحشيهم بالشوكولا تختيني، وكما تقدروا تاني تخلوهم هكا ولا ديروا لهم المعجون. كما راكم تشوفوا البنية تاعنا جاو خفاف وبنان، ننصحكم كامل تجربوهم وتخلوا لي رايكم في التعليقات. وفي الاخير اذا عجبتكم الوصفه ديروا لي جيم للفيديو، وتقدروا تاني تتبعوني في مواقع التواصل الاجتماعي والى وصفات اخرى ان شاء الله. سلام.